لو بتأكلي طفلك زبادي عايز اقولك على شوية اخطاء كده ما تعملهاش، واخر واحدة هتهمك قوي. اول غلطة ان انتوا بتقدموا الزبادي بدري. ما ينفعش ان الطفل ياكل زبادي مثلا عند عمر شهرين او 3 او الكلام ده كله. الزبادي من بعد تمام الشهر السادس. الغلطة التانية ان احنا نقدم زبادي بالفواكه. الفواكه تعتبر سكريات، فممنوع ان انا ادي الطفل فيه حاجة فيها سكريات. انما مسموح ان انا ممكن اجيب انا فاكهه اقطعها واضيفها في الزبادي، وده تمام مفيش منه اي مشكله. الغلطه اللي بعد كده ان في امهات ساعات بتضيف سكر علشان تحلي الزبادي. السكر معروف ان هو مضر جدا للاطفال، بيدمر الشهيه، بيدمر المناعه، وبيعرضهم لمرض السكري. فلو عاوزين تحلوا الزبادي مسموح ان احنا نحليه بالعسل، وده حاجه صحيه، ولكن بعد عمر سنه. الغلطة اللي بعد كده إن في أمهات بتروح تجيب خالي الدسم، ظنا منهم إن كامل الدسم يعني تقيل على معدتهم وهيضرهم وكلام من ده غلط. إحنا بنأكل زبادي كامل الدسم. الدهون اللي في الزبادي دي مفيدة جدا ومهمة لتطور العقل ومهمة لتطور الجسم، فمفيش حاجة اسمها أجيب لبن خالي الدسم. الغلطة الأخيرة اللي عايز أقول لكم عليها إن في أمهات لما الطفل بيكون عنده إسهال بتقول له الزبادي ممنوع. بالعكس، الزبادي فيه بروبايوتكس او حاجه اسمها بكتيريا نافعه مفيده جدا مع النزلات المعويه ومع الاسهال. ده احنا احيانا بنكتب ادويه فيها البكتيريا النافعه دي عشان خاطر يعني تحسن الدور وتخلي الطفل يخف بسرعه. فما فيش حاجه اسمها لما يجيله اسهال امنع عنه الزبادي، بالعكس انا ممكن ازود الزبادي. لو الفيديو ده مفيد لحضراتكم اتمنى ان انتوا تكتبوا لنا ده في التعليقات، واتمنى تشيروا الفيديو ده عشان خاطر امهات كتير تستفيد منه، وتابعوا الصفحه هتلاقوا منشورات كتيره مهمه لصحة الأطفال.